السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. طبعا خلاص بقى الزمالك بيستعد كده لماتش فاركو. بيعود بقى طبعا ناصر منسي، بيعود ناصر ماهر وبنتايج، وإن شاء الله نشوفهم ونشوفوا كده. وكل التوفيق لنادي الزمالك كده، ويقدر ناصر منسي كده يحرز هدفين كده، ياخد اللقب الهداف إن شاء الله. فطبعا ده كان الموضوع التاني طبعا موضوع الكاس. والاتحاد كرة رافض تأجيل مباراة الكاس اللي هي هتتلعب يوم الوقفة. لو ساعتين، يعني ما تعرفش ازاي اللعيبة هتبقى صايمة، والماتش الساعة 8 والمغرب بيدن 8 الا ربع. رافض تأجيل الماتش ساعتين ليه بقى؟ عشان لو انت لعبت الساعة مثلا 10 والماتش دخل في ضربات جزاء ومش عارف ايه، وهتدخل في اليوم التاني اللي هو يوم العيد، يبقى الاهلي مش هينفع يأيد زيزو يوم العيد. لازم يأيده تاني يوم، لان اليوم ده هيبقى موجود مع الزمالك، فتاني يوم هيبقى متأيد مع الاهلي، والاهلي هيسافر يوم 6، فمش هينفع. فكلها كده منظومة، تحس ان هي ماشية كده في اتجاه واحد. يعني ما فيش طب وليه ما يتأجل ساعتين وايه المشكلة؟ لا، لازم يعني خطط والناس بتدير، بتحس ان هي قرارات اتجاه واحد. طب اللعيبه لما تلعب الساعه 8 وهم صايمين، مش غلط على اللعيبه؟ داري ايه وكاس ايه يعني انت الناس صايمه، يوم الوقفه الناس صايمه. إيه، مش هيلحق يفطر، مش هيلحق يفطر. صحيا غلط، صحيا غلط. كل حاجه يعني هتقل حتى من الماتش، هتقل من الماتش، مش هيبقى ماتش كويس. اللعيبه صايمه وتقوم من على الفطار، يلا العبوا الماتش. اي حد تساله غلط، ما تعرفش في ايه. فطبعا هو الموضوع موضوع زيزو من البدايه للنهايه، هو موضوع زيزو. كمان في اتجاه ان هم الاهلاويه اساسا، يعني الاهلي، ان هو يعمل اعلان ويذيع الاعلان امتى؟ يوم العيد الصبح. قال على بالي ان هو كده ايه، هينكد على الزملكاويه. طب وايه المشكله؟ ولا احنا بنشجع النادي عشان زيزو، ولا بنشجع عشان امام، ولا بنشجع عشان، احنا بنشجع الكيان اسمه زي نادي الزمالك. ما بنشجعش لاعب، احنا بنشجع الزمالك. والزمالك ده هو اللي بيحبنا، يعني هو الزمالك ده هو اللي بيحبنا، مش احنا اللي بنحبه. فالموضوع مش موضوع لاعب ولا اتنين ولا 10. ياما لعيبه، ياما لعيبه، فين حازم امام وفين عبد الحليم علي وفين. لا مش هنعد، فمش هنقعد نقول عشان لاعب ولا عشان. فده كان اتجاه في اتحاد الكوره وفي النادي الاهلي عشان ينكدوا على الزمالك والزملكاويه. فمش هيعرف ان شاء الله كده يعملوا حاجه. كمان الزمالك خلاص بيستعد كده صفقات. يعني الكابتن عمرو الجنايني وسام مرسي، مع ان في اعتراض من الاتحاد، من اللجنه الفنيه جوه نادي الزمالك، ناس معترضه برضه على وسام وعلى طارق حامد. وطبعا في صفقات كويسة، بس طبعا لما الإعلام بيطلع ويتكلم على الصفقات، أو الزملكاوية بالأخص يطلع يتكلم على الصفقات، في ناس بتنخرب كده بتبوظ الصفقات، بتبوظ الصفقات. الزمالك ما فيش فلوس، بيتصلوا على وكيل اللاعبين ويتصلوا على اللعيبة. الزمالك ما فيش فلوس، الزمالك ما تعرفش فيه ايه. ما تروحش شوف الشكاوي اللي في الفيفا، شوف فاللعيب بيخاف، اللعيب محترف عايز فلوس. طبعا عجبني تصريح عبد الواحد السيد مع مهيب، لما قال له يعني اديني الاستقرار اللي في الاهلي وفي الزمالك، وشوف الزمالك ده ايه. محدش هيديك الاستقرار ده يا عبد الواحد، ومحدش هيديك الماديات اللي هنا ولا اللي هنا ولا لا. انت الادارات دايما، الادارات الزمالك بتبقى نصها فاشل. يعني من يوم مثلا كمال درويش، ما فيش حد مسك اداره واشتغل صح الا مرتضى منصور، وشويه منه، شويه منه. اللي هو جه في 2015 عمل فريق حلو، خد الدوري في 2015، رجع صرح الفريق تاني لايام فييرا ومشى، وكان الزمالك واخد دوري وكاس، رجع بنى فريق تاني في 2020، رجع صرح تاني، فك اداره. دخلت
لكن ان شاء الله نقدر، والزمالك يقدر يقف على رجليه تاني ويقدر يرجع تاني. وطبعا ده كان موضوعنا. الموضوع الثاني طبعا الاهلي خلاص بيستغنى رسميا عن علي معلول والسوليه، والاثنين خارج النادي الاهلي. مع ان السوليه ابو ليلى ده يعني لعيب، لو راح ولو جه الزمالك هيفرق، يعني لو جه الزمالك هيفرق، واتمنى انه يجي الزمالك. السوليه اتمنى انه يجي الزمالك. ده كان موضوع، وشكرا، وما تنساش اللايك والاشتراك في القناه.